وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفصح العرب لسانًا وأبلغهم بيانا. أما بعد، المشاهدون والمشاهدات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذا البرنامج كما ذكرنا سابقا يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور. وفي هذه الحلقة الجديدة نتكلم أو نتحدث أو نتناول الإمارات والسلطنات الإسلامية في شرق أفريقيا ودورها في نشر اللغة العربية والإسلام. وهذه السلطنات هي من العوامل التي دعت لانتشار اللغة العربية في القارة الأفريقية، بدءا من شرقها حتى إلى غربها. والتاريخ الإسلامي يمتد منذ بداية الدعوة الإسلامية بعد نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة، وحكم الخلفاء الراشدين، مرورا بالدولة الأموية، فالدولة العباسية بما تضمنته من إمارات ودول مثل السلاجقة والغزنوية في وسط آسيا، والعراق، وفي المغرب الأدارسة والمرابطين، ثم الموحدين، وأخيرا في مصر الفاطميين والأيوبيين والمماليك، ثم سيطرة الدولة العثمانية التي تعد آخر سلطنة إسلامية على امتداد رقعة جغرافية واسعة. هكذا مر تاريخ الإسلام في هذه العصور. ومنذ أن دخل الإسلام إلى إفريقيا مع القوات الفاتحة بقيادة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه في عام 17 هجرية الموافق لعام 639 ميلاد، والإسلام ظل ملازما لتاريخ القارة الإفريقية على الرغم من تعدد العقائد وقتها بين وثنية ونصرانية. فالدولة الإسلامية في المدينة المنورة حينما بدأت عام 2 هجرية الموافق لعام 620 كان ميلادي، كانت النصرانية في إفريقيا متمركزة في مناطق محدودة في شمال أفريقيا، وبالتحديد في مصر وتونس وكوش وإثيوبيا قبل دخول الإسلام إلى إفريقيا. ومنذ بداية الدعوة الإسلامية اتخذت العلاقة مع نصارى إفريقيا طابعا وديا فريدا. فالمقوقس زعيم القبط المصريين رد على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته للإسلام ردا جميلا، وأعطاه هدايا من ضمنها السيدة ماريا القبطية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليه هدايا. أما نجاشي إثيوبيا فقد آوى أول المهاجرين المسلمين إلى مملكته، كما نعلم في تاريخ السيرة النبوية الهجرة إلى الحبشة الأولى والثانية، حيث اشتد بهم أي الصحابة اضطهاد الكفار من قريش في بداية الدعوة الإسلامية. وقد حفظ المسلمون لنصارى إثيوبيا ومصر هذا الجميل، وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته خيرا. وحينما وصلت جيوش المسلمين بقيادة سيدنا عبد الله بن سعد ابن أبي السرح إلى مشارف مملكة كوش في عام 21 هجرية الموافق لعام 642، وقعوا مع ملك مملكة المقرة النصرانية آنذاك معاهدة سميت بمعاهدة البقط الشهيرة، وكان هذا الصلح في رمضان سنة 31
هجرية الموافق لعام 651. وفي هذه المعاهدة كانت عزة الإسلام ظهرت في هذه المعاهدة أو الاتفاقية، فبدأت بسم الله الرحمن الرحيم، ثم عهد من الأمير عبد الله بن سعد بن أبي السرح لعظيم النوبة ولجميع أهله، عهد عقده على الكبير والصغير من أهل النوبة من حد أرض أسوان إلى حد أرض علوة. هذه المناطق كانت مناطق نصرانية، وحينما فتح سيدنا عمرو بن العاص وأرسله عبد الله بن أبي سعد بن أبي السرح إلى النوبة عقد معهم هذه الاتفاقية. وإن عبد الله بن سعد جعل لهم أمانا وهدنة جارية بينهم وبين المسلمين ممن جاورهم من أهل صعيد مصر وغيرهم من المسلمين وأهل الذمة. إنكم معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا نحاربكم ولا ننصب لكم حربا ولا نغزوكم ما أقمتم على الشرائط التي بيننا وبينكم. الإسلام لم يفرض دينه بقوة السلاح أو بالسيف كما يزعم المستشرقون على أن الإسلام انتشر بالسيف، ولكن كان هنالك معاهدات وهدى وأمان لغير المسلمين بعد أن مسك المسلمون هذه البلاد التي كانت في النصرانية، على أن تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين وندخل بلدكم مجتازين غير مقيمين فيه، يعني يكون في تداول بين الناس في التجارة والتحرك بين الدول، وعليكم حفظ من نزل بلدكم أو يطرقه من مسلم أو معاهد حتى يخرج عنكم، وإن عليكم رد كل آبق خرج إليكم من عبيد المسلمين حتى تردوه إلى أرض الإسلام. هكذا كانت الاتفاقية بين الإسلام وأهل النوبة. ولا تستولوا عليه ولا تمنعوا منه ولا تتعرضوا لمسلم قصده وحاوره إلى أن ينصرف عنه. هكذا كانت عزة الإسلام والمسلمين في هذه المنطقة. وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم ولا تمنعوا منه مصليا، وعليكم كنسه وسرايه وتكرمته. والآن نرى في كثير من البلدان العالم التي سيطر عليها الهندوس أو النصارى تهديم للمساجد المسلمين والمراكز العلمية لهم لضعف المسلمين وعدم وجود قوى إسلامية تردعهم لذلك. وعليكم في كل سنة يعني ضرائب أو يدفعونها 360 رأسا تدفعونها إلى إمام المسلمين. وليس على المسلم دفع عدو عرض لكم، وجود المسلم في بلادكم لا يدفع عنكم عن العدو ولا منعه من حد أرض علوة إلى حد أرض أسوان. فإن أنتم آويتم عبدا لمسلم أو قتلتم مسلما أو معاهدا أو تعرضتم للمسجد تناه المسلمون بفناء مدينتكم بهدم أو منعتم شيئا من 360 رأسا فقد برئت منكم هذه الهدنة والأمان، ونحن وأنتم على سواء حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. علينا بذلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنا عليكم بذلك أعظم ما تدينون به من ذمة المسيح عليه السلام وذمة الحواريين وذمة من تعظمونه من أهل دينكم وملتكم، والله الشاهد بيننا وبينكم على ذلك. هذه المعاهدة كتبها شرحبيل
عمرو بن شرحبيل في رمضان سنة 31. هكذا كان اتفاق بين المسلمين وأهل النوبة في هذه المنطقة، وكثير من أهل هذه المنطقة دخلوا إلى دين الله أفواجا حينما تعاملوا مع المسلمين وأبرز المسلمون أخلاق الإسلام، فدخلوا في دين الله أفواجا. وفي أقل من قرن من دخول المسلمين إلى مصر كان الفتح الإسلامي قد شمل كل الأراضي الإفريقية وشمال الصحراء، وتوقل الفاتحون إلى ليبيريا. وفي ذلك الوقت كانت في جنوب الصحراء ممالك نصرانية مثل إثيوبيا يطلق عليها كوش، في شرق الحزام السوداني مملكة علوة أو مملكة المقرة، وأخرى وثنية مثل غانا ومالي وسانغاي وكانم. هذه كانت ممالك نصرانية ولكنها دخلت في دين الله أفواجا. وهذه الممالك غانا ومالي وسانغاي وكانم توجد في غرب وأواسط إفريقيا، وقد كانت بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء النصراني الوثني علاقات تجارية نشطة عن طريق القوافل العابرة للصحراء الكبرى. وعن طريق هذه العلاقات التجارية بدأت الدعوة الإسلامية تصل إلى شعوب جنوب الصحراء، إلى أن بدأت الممالك في هذا الجزء من إفريقيا تتحول إلى الإسلام منذ القرن الثالث الميلادي. وكان لرحلة الحج فوائد كثيرة كذلك. المسلمون حينما كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة كان لها فوائد كثيرة، تركت علاقات متميزة، لأن الحجاج يأتون من بقاع العالم بألوانهم بشتى ألوانهم ولغاتهم، ويلتقون في جسد واحد وفي ثوب واحد في فريضة الحج. وكانت علاقات متميزة في استمرار العلاقة بين غرب إفريقيا خاصة ومركز العالم الإسلامي في المدينة المنورة ومكة المكرمة. وقد أسهمت هذه الرحلة في تصحيح عقائد القبائل، فقد كان الحجاج يعود بعد أداء الفريضة وهم أكثر وعيا وحماسة لدينهم بسبب ما كان يتم من الدعاة المسلمين والعلماء والوعاظ في مكة والمدينة المنورة. فالحج كان التقاء المسلمين ويتناقشون في أمورهم، وتكون هنالك دروس ومحاضرات وتوعية من علماء المسلمين في فريضة الحج. وكان هذا له أثر طيب في تعلم ووعي وحماسة الأفارقة الذين أسلموا ودعوا إلى الحج. وكما أن هذه الرحلة أصبحت وسيلة من وسائل الاتصال، فقد كانوا يتصلون بالعلماء والمهندسين يأخذونهم إلى بلادهم لتطوير الإدارة ولرفع مستوى الثقافي والعمراني. إلى فاصل قصير مشاهدي الأعزاء ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في برنامجكم في شرف العربية بعد فاصل قصير، ونواصل من قطع. لقد أسهمت العوامل التاريخية في تعزيز علاقات القارة الإفريقية، خاصة بعد انتشار الإسلام الذي منح الشعوب الإفريقية رابطا روحيا يتجاوز حدود الإقليمية والعنصرية. وفي فترة لاحقة أسهم الاستعمار الأوروبي بشكل غير مباشر في إعطاء الشعوب الإفريقية قاسما مشتركا لهويتها. يعني بدأ الاستعمار في تغيير الهوية الإسلامية في إفريقيا بعد أن احتلها. وأما علاقات العرب بالشعوب الإفريقية قديمة قدم التاريخ، وتعود هذه العلاقات إلى أكثر من 2000 سنة
وربما كانت العلاقة التي ربطت بين إفريقيا وسكان الجزيرة العربية أقدم من ذلك بكثير. ومما يعزز هذا الاعتقاد أن أفريقيا ومنطقة شبه الجزيرة العربية كانتا تمثلان رقعة أرضية واحدة، حتى انشطرت الأرض إلى قسمين بما يسمى الأخدود الإفريقي العظيم، أي البحر الأحمر. وإن هذه العلاقات القديمة توثقت وتطورت مع ظهور الإسلام، وذلك ابتداء من القرن السابع الميلادي. لقد مد الإسلام العرب بسياج عقائدي، كما صارت اللغة العربية الوعاء الثقافي للدين الجديد. وأدى ظهور الإسلام إلى دفع العلاقات بين العرب والشعوب الأفريقية إلى آفاق أرحب. فإلى جانب الصلات التجارية والهجرات البشرية المتتالية والسابقة للإسلام، قام العرب بدور نشط في نشر الإسلام واللغة العربية في ربوع القارة الأفريقية. كما وفدت إلى إفريقيا من ناحية الشرق شعوب من القوقازيين ينطقون باللغة السامية وهي اللغة العربية، قادمين من جنوب شبه الجزيرة العربية ومن مملكة سبأ في اليمن. وكان كثير من التجار والمهاجرين يعبرون البحر الأحمر بصفة مستمرة، متجهين إلى مرتفعات الحبشة في الألف الأولى قبل الميلاد. ثم انتقلت مملكة سبأ وأقامت في القرن الرابع الميلادي مملكة تسمى مملكة أكسوم، موجودة الآن في المرتفعات الإثيوبية في منطقة تسمى تيغراي. كما أن عددا من البربر فضلوا الهجرة عبر الصحراء ليقيموا إلى جانب شاطئ المحيط الأطلنطي. وقد أطلق هؤلاء البربر اسم قبيلتهم سنهاجة، وهي قبيلة عربية، أو السنغال، على النهر الذي كانوا يعيشون على امتداده. وما أورده ابن خلدون يشكل جزءا من علاقة عربية قديمة بمنطقة شمال إفريقيا. فقد بدأ التفاعل بين سكان سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندي وشبه الجزيرة العربية ومصر منذ آماد بعيدة ترمز لها هجرات العرب العاربة، وكذلك بعثة الملكة المصرية حتشوب إلى بلاد بونت طلبا للعطور والبخور. هذه الملكة كانت ملكة عربية، وكانت لها تجارة في بلاد البونت أو الصومال حاليا. كانت تطلب العطور والبخور قبل 3500 عام. كما كان ظهور الممالك الإسلامية في القارة متدرجا عبر مراحل وخطوات، كان لكل خطوة أو مرحلة دور في قيام هذه الممالك والإمارات التي تولت فيما بعد عملية نشر الإسلام والحضارة الإسلامية في مختلف بقاع إفريقيا. ولعل الإشارة هنا إلى مرحلتين أو خطوتين كانت النتيجة النهائية لهما هي نشوء هذه الممالك، وهما الرحلات التجارية للتجار المسلمين بين القارة الإفريقية والجزيرة العربية. أما الخطوة الثانية التي تمت في هذا الجانب وأسهمت في تكوين هذه الممالك فهي الهجرات الكبيرة لبعض القبائل والجماعات المسلمة التي حدثت في أوقات متفرقة صوب المناطق المختلفة للقارة الإفريقية، وكانت حصيلتها مع حركة التجارة النشطة هناك في هذه الممالك الإسلامية. وكان أهم تلك الممالك الإسلامية ما يسمى ممالك الطراز الإسلامي، وهي 7 ممالك، وهي أوفات والزيلع ومملكة دوارو ومملكة أرابيني ومملكة هدية ومملكة شرخة ومملكة
بالي ودارا. هذه الممالك سأتحدث عنها بالتفصيل. ويبدو أن هذه كانت قبل القرن الثامن الهجري تحت ملوك شوا، أي مملكة شوا، ثم أوفات. بعد ما انتهت هذه المملكة شوا قامت مملكة أوفات، ولكنها تمزقت في وحدات صغيرة لما حل بها في القرن الثامن الهجري على أيدي الأحباش المسيحيين، ثم توحدت بعد ذلك على يد الإمام أحمد القرين سنة 912 ميلادي، الموافق سنة 912 الميلادي. هكذا شهد الرحالة والمؤرخون الذين كتبوا عن تلك المملكات والإمارات في شرق إفريقيا، أو تحدثوا في هذه الممالك الإسلامية. وكذلك نوه الرحالة الأوروبيون الذين زاروا هذه الإمارات بما كانت عليه من حضارة ورقي. والآن هذا التاريخ لا يوجد في شرق إفريقيا. كانت هنالك مملكات وهنالك سلطنات إسلامية كان لها دور حضاري في نشر اللغة العربية والعلوم الإسلامية، فقد لمسوا فيها مجتمعا متحضرا لا يقل عن المجتمع الأوروبي في ذاك الوقت. وظهرت هذه الدول على وجه التاريخ في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي. وهذه الإمارات كانت عددها كما ذكرنا 7 أو أكثر، وقد سماها بعض المؤرخين بدول الطراز الإسلامي لأنها كانت على جانب البحر كالطراز له، مطرزة على شاطئ البحر الأحمر أو شاطئ شرق إفريقيا. وأما ملوكها فكانوا يسمون بملوك عدل أو ملوك زيلع، ويخطب ملوك هذه السلطنات على منابر الجمعة والعيدين، يعني كانوا أمراء وملوك مسلمين. وهذه الممالك السبعة بأيدي 7 ملوك، وهي ضعيفة البناء قليلة الغناء لضعف تركيب أهلها وقلة محصول البلاد وتسلط ملك ملوك الحبشة صاحب أمحرة عليهم، مع ما بينهم من عداوة الدين ومباينة ما بين النصارى والمسلمين. ومع هذه فكلمتهم كانت متفرقة، وبادت هذه الممالك واختفت عن التاريخ. ويقول المؤرخ الإسلامي العمري، وقد حكى لي الشيخ عبد الله الزيلعي، هذا كتب عن هذه أو كان حاضر هذه الممالك وجماعة من فقهاء هذه البلاد، أن هؤلاء الملوك ال7 لو اتفقت كلمتهم واجتمعت ذات بينهم قدروا على المدافعة، لكنهم اختلفوا وحصل اختلاف ولم يعتصموا بحبل الله جميعا، وحصل لهم فشل وتفككت هذه الممالك وضاعت. ولكنهم مع ما هم عليه من الضعف وافتراق الكلمة بينهم تنافس، ومنهم من يترامى إلى ساحب الأمحرة، يعني كان يعين الأمحرة على المسلمين ويميل إليه بالطباع، كما حصل في العهد الأندلسي وعهد الممالك وعهد في الأندلس، حينما تفرق الناس إلى دويلات وكل صار يعاون النصارى على أخيه. ويلاحظ أن الإسلام في ما بين القرنين 11 وال16 الميلاديين أحاط بالحبشة من كل النواحي، حيث قامت في هذه الحبشة 7 ممالك إسلامية في وقت واحد. ونشأت هذه السلطنات التي عرفت كما ذكرنا بممالك الطراز الإسلامي في منطقة القرن الإفريقي. ومنطقة القرن الإفريقي هذا مصطلح جديد أطلق على هذه المنطقة، ومن قبل كانت تسمى بلاد الطراز الإسلامي، ولكن
هذا المصطلح الجديد في القرن العشرين أطلق على مناطق تطل على البحر الأحمر وعلى المحيط الهندي، بدءا بالصومال والجيبوتي وكينيا ويوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان متأثرا بهذه المنطقة. وقد عرفت ببلاد الزيلع، وهي البلاد المقابلة لبر اليمن على أعالي بحر الغلزم. بحر الأحمر كان يسمى ببحر الغلزم نسبة لمدينة الغلزم المصرية التي كانت على شاطئ البحر الأحمر. هذه السبع الممالك التي نشأت بما يسمى ببلاد الطراز الإسلامي، وهي مملكة إيفات أو أوفات وجبرت، مملكة جبرت ومملكة هدية ومملكة دوارة ومملكة بالي ومملكة أرابيني ومملكة شرخة أو سرحة ومملكة دارة. هذه الممالك المعروفة التي قيدها التاريخ الإسلامي في هذه المنطقة. أولا مملكة شوى الإسلامية، وهذه المملكة كانت من عام 284 إلى 684 هجري، الموافق سنة 896 إلى 1289 ميلادي. وتكونت هذه المملكة أو السلطنة من جماعات إسلامية في داخل أقاليم الحبشة من مهاجرين العرب والقبائل التي اعتنقت الإسلام، ونمت كل جماعة مستقلة على الأخرى، وبعد مرور الزمن أصبحت الجماعات ممالك وسلطنات إسلامية. وكانت أولها مملكة شوى الإسلامية في قلب الهضبة الإثيوبية، أنشأها نفر من بني مخزوم، وبني مخزوم هي قبيلة التي ينتسب إليها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه الصحابي الجليل، والذين دخلوا الحبشة بزعامة ابن هشام المخزومي في نهاية القرن الثالث الهجري. إلى حلقة جديدة نلتقي بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي